بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معايا فيديو خفيف عن مفضلاتي في فصل الشتاء والحاجات اللي ما بقدرش استغنى عنها لان انا بشرتي جافة جدا جدا جدا. ف معايا بعض الكريمات واللوشنات والمرطبات، وهنقول دلوقتي كل حاجة عنها. اول حاجة معايا البيبي ليب ديت من ميبلين. ده زي زبدة الكاكاو بس هي شفافة وفيها معالج. هي عبارة عن هي قربت تخلص، لسه عايزة اجيب واحدة تانية، بس روعة روعة روعة. فيها فيتامين اي، مرطب ومعالج. دي كانت السنة اللي فاتت كانت تقريبا ب38 او ب40، اكيد زمانها الاسعار اتغيرت. اسمها بيبي ليب من ماركة ميبلين. مش عارفة هي واضحة هنا اهي، هي فوق هنا هي مكتوب، مش عارفة واضحة لكم ولا لا في الزوم. تمام. تاني حاجة معايا كريم دوف المركز. كريم دوف المركز عناية مغذية. ده كريم تقيل، بحتاجه جدا، بدهن بيه كعوبي، ركبي، كعاني، ايديا في العادي. ممتاز جدا جدا جدا. والحقيقة انا مش عارفة سعره كام لان ده كان مش من هنا، كان من بره. كمان في كريم الجلايسوليد نفس الحكاية بس جواه مادة الجليسرين. وانا بصراحة ده جايباه من فترة، كان بحاجة و40 تقريبا. بصوا هو عامل زي الفازلين شوية اهو، وقرب يخلص يعني في حوالي ربعه. دي تقريبا ربع كيلو اللي هي 250 ملي اهي. ده الالماني، في منه المصري بس ممتاز جدا جدا، وحتى المصري بتاعه مش وحش، ظريف برضو كويس. في كريم جلايسوليد اللي هو الفازلين ده، وفي جلايسوليد تاني عامل زي الكريم العادي، مش زي الفازلين. يعني اللي زي الفازلين ده ما بيتشربش بسرعة في الايد، لكن التاني بيتشرب بسرعة بس برضو ناعم وريحته حلوة جدا. كمان معايا الفازلين ده له استخدامات كتير جدا، منه للشفايف والكعان والكوع وكل حاجة. برضو انتوا زي ما انتوا شايفين انا مستخدمة معظم الحاجة، بس الحاجات الكبيرة دي بتعيش عندي فترة وبنسى، يعني خلاص بنسى بقى يعني ان انا هحتاج اشتري قريب. كمان عندي اللوشن بتاع جونسون بتاع الاطفال، بدهن بيه جسمي بعد الحمام. هو وزيت جونسون للاطفال بصراحة ممتازين ممتازين ممتازين. الزيت بيدهن على الجسم هو رطب وهو لسه مبلل. اللوشن بعد ما الجسم بينشف بنحطه. وكمان بالنسبة للجونسون اللوشن، انتي لو حابة ان انتي تحطي له عطر، بتجيبي اي عطر مركز عندك، اي تولة بتاعت عطر، وبتحطيها تخلطيها على اللوشن وترجيها كويس جدا. وساعتها ما تيجي تدهني جسمك هتلاقي جسمك معطر زي المخمريات بالظبط. كمان معايا هنا مخمرية العروسة بتاعت ماي واي، جميلة جدا. عايزة اقول لكم ان هي ناعمة، فيها مادة زيتية. دي مخمرية العروسة، جميلة جدا وريحتها رائعة ومش غالية، كانت تقريبا ب10 جنيه او 12 جنيه حاجة زي كده. كنت جايباها السنة اللي فاتت لسه مخلصتش. انا بستخدم الحاجات دي غالبا في الشتاء. كمان في المخمرية ديت كنت جايباها من المعرض، اسمها عبير الزهور. دي من ناس سوريين في المعرض. ريحتها حلوة، هي عاملة زي الفازلين وريحتها حلوة، والنقطة منها بتطري جدا وريحتها جميلة قوي قوي. اسمها عبير الزهور، كريم معطر للجسم. واخر حاجة معايا في الفيديو بتاعي النهاردة هو الفازلين البادي لوشن ده. انا اتكلمت عنه قبل كده. هو فيه فيتامين بي 3، ده موحد للون البشرة. يعني لو حتى عندك حتة فاتحة او حتة غامقة في جسمك وتواظبي على الاستخدام بتاعه، فانتي بتلاقي المكان الغامق ده افتح وبخلى جسمك كله تقريبا بقى لون واحد. بس بيحتاج مداومة،
ونسبة ترطيبه كويسة بس مش عالية قوي، يعني بحس ان هو بيتشرب بسرعة. بحتاج احط تاني يعني، او احط حاجة تانية مرطبة اكتر. لكن هو ميزته في الفيتامين بتاعه، وان هو لو عندك درجات في ايديكي، بشرتك، رجليكي، بتداومي عليه بتلاقي الجسم كله بقى لون واحد وجميل جدا. ده كنت انا جايباه من اللهم صل على النبي، من سوق ليبيا، من مرسى مطروح. كان بحاجة وخمسين جنيه، معرفش دلوقتي سعره بقى كام. استخدامي فيه مش كتير يعني، مستخدمة حوالي ربعه بس، لو كان واضح في الكاميرا. دي معظم الحاجات اللي انا بستخدمها، ما بستغناش عنها ابدا في فصل الشتاء. في حاجات تانية، مرطبات تانية، بس دول الحاجات الاساسية. اتمنى اكون فدتكم ولو بجزء بسيط في الفيديو ده بالحاجات اللي انا بستخدمها وما بستغناش عنها في الشتاء. لو ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش اول مرة ينورني في القناة بتمنى ان انت تشترك وتفعل الجرس، واشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.